هناك أمور في رمضان تفسد عليك الصيام ويذهب الأجر ويروح هذاك التعب نتاعك يروح هكذا. رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول: رب صائم ليس من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر والتعب. قداهم اللي صايمين؟ احنا اليوم رانا 1,800,000 وقريب 2 ملاير رانا. نخرجوا الصبيان الذين لا يجب عليهم الصيام، ونخرجوا المجانين، ونخرجوا على الذين يطيقونه، الناس الكبار اللي ما يقدروش على الصيام، ونخرجوا المرضى، ونخرجوا المسافرين، ونخرجوا الحامل، ونخرجوا المرضع، ونخرجوا الحائض. هذو كلهم الصيام تاعهم بجيه. الآن نتحدثوا عمن يجب عليهم الصوم وما هوش من أصحاب الأعذار. كم عددهم الآن؟ الأمة الإسلامية راهي في 2 ملاير. في 2 ملاير. يقول النبي: رب صائم. قداه هو اللي صائم؟ ليس من صومه إلا الجوع. هذا هو صايم على الجوع والعطش، لأنه لا يعقل لا يعقل لا يعقل واحد صايم ويسب ربي. السؤال الآن: وين صومه وأين أجره؟ وفي المغرب يحطوا له التمر، في الظهر كان يسب فيه ربي، وفي المغرب يحطوا له التمر ويحطوا له الماء، وفي المغرب يقول هكذا، يقول لك كيفاش هذاك الدعاء اللي جابوه قالوا لنا عليه البارح. هي تقول له قالوا: بسم الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. واش من الأجر اللي ثابت لك؟ داك سبيت ربي وكنت تسب في الدين وكنت تقول الكلام الفاحش، ثبت الأجر تاع الصيام. أنت أذهبت أجر الصيام بسبك لله وسبك للدين وسبك للناس. وكاين الناس عياذا بالله يزيد يقوى الشر نتاعهم في رمضان والإجرام نتاعهم حتى تهرب منهم يا شيخ. تقول وحوش كانت مربوطة وقطعوا لها الحبال وطلقوها. وين؟ وروح للسوق، اخرج للشارع، شوف المؤسسات، اركب سيارة أجرة، اركب القطار، اركب الحافلة. صايمين. رب صائم ليس من صومه إلا الجوع والعطش. هو صايم يستمع بها الحرام. هو صايم، تلقاه غتاب ونمام. هو صايم. أنا في رمضان والله غير نقولها لكم من الآخر، في رمضان والله ما نقعد مع واحد من الآخر، ما نقعد مع حتى والو. نقفل المقصورة، نقفلها بالمفتاح، هاو الشاهد، وما نهضر مع حتى واحد. السلام ولا السؤال، وفي السؤال ما نفتحلوش المجال، خاطش كي نفتح المجال يديني باب الواد، نخليه تما نقول له واش سؤال؟ شو هو سؤالك؟ لا احبس. ما هو السؤال؟ اعطيني سؤال اي الاجابه. طبق، سكر الباب. على ذلك انت انا من الفجر وانا نجبد حتى المغرب، وتجي انت بسبتك انا يروح لي اجر نتاع الصيام. يا يحب لك يا محمد. ولهذا ما تلاعيوش الناس، ما تلاعيوهمش في رمضان. كل واحد في رمضان يحكم سابعه وعنده المصحف وخلاص. وفي الدار ربيهم على هذه السيرة، المصاحف ما كاش كلام. هذاك مما يحبط الأجر والثواب نتاع الصوم. هذاك ثاني من اللصوص نتاع الأجر والثواب، اللي يسرقوا أجرك